عمرك وانت طالع على السلم في الضلمه حسيت ان في حد وراك، او ان في انفاس عند رقبتك، او شعرت بخوف لدرجه ان انت عايز تاخد السلم جري لحد بيتكم؟ لو حصل معاك اي حاجه من الكلام ده فانت مش بتتخيل، لا هو فعلا في حاجه معاك في الضلمه. ايه هو القرين بتاع الانسان؟ مبدئيا دي مش خرافه ولا حاجه من التراث الشعبي، لا دي حاجه موجوده في الدين بتاعنا. في حديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام، صلي على الرسول، قال: ما منكم من احد الا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكه. قالوا: واياك يا رسول الله؟ قال: واياي، ولكن الله اعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بالخير. الحديث واضح، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إن كل إنسان بيتولد معاه قرينه من الجن، وإن هو اللي بيفضل يوسوس له بالشر طول حياته. واللي هقوله لك دلوقتي حقائق مرعبة عن الجن والقرين. قولوا لي كم واحدة منهم حصلت مع حد فيكم أو حد تعرفوه، وحسيتوا بإيه وأنتوا بتسمعوا الكلام بتاعي؟ لما تكون لوحدك في البيت وتبتدي تحس بحركة حواليك، فده معناه إن حد من الجن بيحاول يختبرك، فما تفضلش تبص يمين وشمال وتوريهم إن أنت خايف، لأن هم لو حسوا بكده هيهجموا عليك. هقول لك معلومه بس اوعى تروح تجربها. ما بين الساعه 3 و4 الفجر لو انت بصيت في المرايه وركزت جوه بؤبؤ عينك هتلاقي انعكاس. في الاغلب الانعكاس ده مش انعكاسك، ده انعكاس قرينك. لما الجن بيخرج من جسم انسان ممسوس بيسيب علامه، العلامه دي مش بيشوفها حد غير الجن اللي زيه، وبتكون زي بوابه بتسهل الدخول لاي جن تاني. فاللي اتعرض لمس قبل كده يا ريت يفضل محصن نفسه. اغلبنا بيلاحظ ان المعالق الصغيره، الشوك، السكاكين اوقات بتختفي من البيت بدون اثر، ده بالذات كمان الحاجات الفضه، ودي علامه ان الجن موجود في البيت وبدا ان هو يسرق الحاجه. لكن اغلب الناس ما بتاخدش بالها وبيفكروا ان هم بعد كده هيلاقوا الحاجه دي عادي. ما تفضلش تبتسم كتير وانت لوحدك، عشان ممكن قرينك يفكر ان انت عمال بتبتسم له. لو في يوم وانت قاعد لوحدك في البيت بدات تسمع صوت تزييق، الصوت اللي بتعمله الابواب والشبابيك وانت متاكد ان مفيش اي حاجه مفتوحه، فلازم تبقى عارف ان ده الصوت اللي بيعمله الجن لما يحس ان هو زهقان. لو جه يوم وانت قاعد بالليل بعد الساعه 12 وسمعت صوت همس في ودنك، اعرف ان ده قرينك بيحاول يتواصل معاك ويعرفك حاجه. لو بالليل وانت نايم حسيت ان في حركه عند رجلك، فاعرف ان ده قرينك. قرين البنت هو اللي بيكون مسؤول عن انه يسبب لها الارق والكوابيس المرعبه، وكمان هو ده اللي بيخليها تقوم من نص نومها بالليل وما تعرفش ترجع للنوم غير بصعوبه. انت عارف اسم قرينك ايه؟ هو نفس اسمك بس بالمقلوب. الجن ما يقدرش يلمسك وانت نايم على جنبك اليمين، فبيستناك وانت نايم لحد ما تغير وضعيتك، وساعتها بيبتدي ان هو يشوف شغله. لازم تذكر اسم ربنا في قلبك وانت داخل الحمام تكب اي حاجه، سواء الحاجه دي سخنه او بارده، لان هي ممكن تيجي على حد نايم وتاذيه، وساعتها هو هينتقم منك وممكن كل عشيرته كمان معاه. وصدقني ممكن الموضوع يوصل لمرحله ان هو يكرس حياته كلها من اجل ان هو يعذبك بس. لما تحاول تنام بالليل بكل الطرق وتجرب كل حاجه وتلاقي نفسك مش عارف تنام برضه، ده معناه ان في جن عمال بيبص في عينك مباشره وقرر ان هو ما يسيبكش تنام. القرين مش بيعيط غير مره واحده في حياته، المره دي لما صاحبه بيموت. لازم تبقى محضر نفسك، لان كل يوم في حد موجود في ركن في الاوضه وعمال بيراقبك وهيصحيك على صرخه مش هتسمع زيها تاني في حياتك. فخليك جاهز بقى لليوم ده. وزي ما قلت لكم، اللي حس بحاجه وهو بيسمع الفيديو او حصلت معاه حاجه قبل كده يحكيها لنا في الكومنتات. ولو عايزين نزود في نوعيه الفيديوهات ديت ما تنسوش اللايك والاشتراك لو انت على اليوتيوب.